لو حاسة ان سنة 2026 بتجري وانتي لسه مكانك، كملي الفيديو ده. بجد جاوبي بنفسك، كم هدف كتبتيه في اول السنة ولسه ما تحققش؟ كم مرة قلتي هبدأ بكرة وبكرة ما جاش؟ يمكن دلوقتي حاسة ان الوقت فات وان مفيش فايدة تبدأي. بس اسمحيلي اقولك حاجة، اللي يقدر يغير سنة كاملة ممكن يغيرها في اخر 5 شهور بس. وفي فيديو النهاردة هشاركك 8 افكار بسيطة لو بدأتي بيهم من النهاردة ممكن تستقبلي 2027 وانتي إنسانة مختلفة تماما. احنا دايما بنستنى بداية جديدة، بداية السنة، بداية الشهر، بداية الأسبوع، لكن الحقيقة التغيير عمره ما كان مرتبط بتاريخ. التغيير مرتبط بقرار، والقرار ده ممكن تاخديه النهاردة. اسألي نفسك انتي عايزة توصلي لإيه فعلا قبل ما تغيري أي عادة. اسألي نفسك أنا عايزة أبقى مين آخر السنة، مش عايزة أعمل إيه، عايزة أبقى مين؟ بنت هادية، ملتزمة، قريبة من ربنا، منظمة. لأن الإنسان لما يعرف هو رايح فين كل خطوة بعد كده بتبقى أسهل. اكتبي شخصية واحدة نفسك توصلي لها وخلي كل قرار يخدم الشخصية دي. وتاني سؤال، عمرك فكرتي ليه بتبدأي وما بتكمليش؟ المشكلة مش انك بتكسلي، المشكلة انك بتحملي نفسك فوق طاقتها. تكتبي 10 عادات وفي اسبوع تسيبيهم كلهم. ابدأي بعادة واحدة، لان عادة واحدة مستمرة احسن واقوى من 10 عادات متوقفة. ولو طلبت منك تغيري حاجة واحدة في يومك هتختاري ايه؟ اختاري عادة لو اتغيرت هتسحب معاها باقي حياتك. بالنسبة ليا كانت النوم بدري، لان اول ما نومي اتظبط صحيت بدري، ولما صحيت بدري صليت الفجر، ولما صليت الفجر بقى عندي وقت. عادة واحدة غيرت 5 عادات بعدها. طيب تفتكري ليه كل مرة بتستني الحماس؟ انا كنت مستنية اليوم اللي اصحى فيه متحمسة اقول النهاردة هبدأ، لكن اكتشفت ان الحماس ضيف بيجي ويمشي، ولو استنيتيه ممكن تستني شهور. فبدأت أعمل حاجة غريبة، كنت أقول لنفسي أنا مش محتاجة حماس، أنا محتاجة أول دقيقة. أول دقيقة في الصلاة، وأول دقيقة في القراءة، أول دقيقة في التمرين، لأن أول دقيقة هي أصعب دقيقة وبعدها كل حاجة بتبقى أسهل. افتكري الجملة دي، ابدأي حتى لو ملكيش نفس، النفس هتيجي بعد ما تبدأي. عايزة أسألك سؤال، آخر مرة كتبتي أهدافك كانت إمتى؟ مش قصدي كتبتيها في اول السنة، قصدي بصيتي عليها بجد امتى. احنا بنكتب اهداف ونقفل الدفتر وبعدين نستغرب ليه ما تحققتش. انا عملت حاجة بسيطة، قسمت الهدف الكبير الى هدف شهري، والهدف الشهري الى هدف اسبوعي، والهدف الاسبوعي قسمته الى مهمة يومية. مثلا بدل ما اكتب عايزة اقرأ 20 كتاب، اكتب كل يوم 10 صفحات. وفجأة الهدف بقى حقيقي، لان العقل بيخاف من الجبل لكن ما يخافش من اول خطوة. طيب ايه اكتر حاجة بتسرق وقتك كل يوم؟ جاوبي بسرعة، السوشيال ميديا ولا التسويف ولا الكلام الكتير؟ انا لما حسبتها اكتشفت اني بقضي ساعات في حاجات مش فاكرة منها حاجة. فعملت قانون اسمه ساعة لنفسي قبل ساعة للعالم. يعني قبل ما افتح اي تطبيق اكون عملت حاجة واحدة تفيدني، قراءة، ذكر، تدوين، ترتيب، اي حاجة. القانون ده لوحده انقذ وقتي. عمرك احتفلتي بخطوة صغيرة؟ احنا دايما بنقول لسه قدامي كتير، لسه ما حققتش، لكن عمرنا ما بنقول الحمد لله انا احسن من الشهر اللي فات. ومن النهاردة كل اسبوع اسألي نفسك ايه الحاجة الصغيرة اللي عملتها، حتى لو كانت صليت الفجر يومين، او رتبت اوضتي، او قرأت 5 صفحات. احتفلي بيها، لان الانسان اللي بيشوف تقدمه بيكمل، لكن اللي بيشوف اللي ناقص بس بيتعب. لو دخلتي 2027 بنفس عادتك الحالية هتكوني فين؟ غمضي عينك دقيقة وتخيلي اننا في يناير 2027. هل هتكوني فخورة بنفسك ولا هتقولي نفس الجملة السنة دي راحت برضو؟
عايزة اقولك الفرق بين الشخصين مش ذكاء ولا الظروف، الفرق ان واحدة بدأت والتانية فضلت تستنى. وعلشان كده انا مش هقولك غير جملة واحدة: ابدأي الآن، ولا تدخلي 2027 بنفس حياتك. لو الفيديو ده جه في وقته فاكتبيلي في التعليقات هبدأ من النهاردة، علشان يبقى وعد بينك وبين نفسك. ووعدك لو التزمتي بعادة واحدة من ال8 دول، اخر السنة هتبصي لنفسك وتبتسمي. وما تنسيش تشتركي في قناة بهدوء مع منى، لان رحلتنا لسه في اولها. وانا مش عايزاكي تدخلي 2027 بنفس النسخة اللي تعبت في 2026. انا عايزاكي تدخليها وانتي فخورة بنفسك.